شاب اسمه يوسف عنده 20 سنة في كلية طب، ما عندوش مشكلة مع أي حاجة غير إن عنده فوبيا من الأماكن الضيقة والضلمة. وفي يوم كان عنده تدريب في المشرحة وشاف هناك مناظر صعبة أوي. كان في هناك جثث كتير اللي مضروبة في رقبتها بسكينة، واللي كانت منفوخة، واللي كانت مقتولة بأبشع الطرق. مش عايز أطول عليكم يا ملهمين، يومها يوسف كان تعبان جدا، ولما صدق إن هو وصل العمارة ورغم إن هو تعبان وعنده فوبيا من الأماكن الضيقة اضطر إن هو يركب الأسانسير. وقتها حصل اللي كلنا بنخاف منه، الكهرباء قطعت وهو في الأسانسير وبدأ يجيله ضيق تنفس علشان المكان في الأسانسير ضيق وكمان الكهرباء قطعت. ووقتها كان عايز يضرب نفسه ب100 قلم علشان هو عارف إن النور بيقطع في الوقت ده، ورغم كده ركب الأسانسير ويا ريته طلع السلم يتعب شوية أحسن ما يتحبس بين 4 حيطان ساعة ساعتين. ومن سوء حظه إن راسه هي اللي وصلت بس الدور السادس والنور قطع. حاجة تنفس جدا الصراحة. وبدأ ساعتها يحاول إن هو يهدى ويخبط على باب الأسانسير وينادي على عم فرج البواب، بس لا حياة لمن تنادي، وكمان الشبكة معدومة، لا عارف يكلم حد ولا حد يكلمه. مكانش قدامه أي حل تاني غير إن هو يشغل كشاف الموبايل ويسكرول عليه لحد ما شاف حاجة غريبة. وهنا الصدمة، بدأ يلمح حركة غريبة قدام الباب، لمح رجل بره. وقتها كان يخبط وينادي على الولد بره، بس ساعتها بدأ يركز ولقاها إن هي مش رجل بني آدم. وقتها هو بدأ يدعك في عينه ويركز عشان يتأكد إن هو شايفه، اتأكد فعلا إن مستحيل دي تكون رجل بني آدم. وقتها يكسر الصمت ما بينهم صوت عم فرج وهو بينادي ويقول: يا جماعة، هو في حد في الأسانسير؟ وقتها قلبه اتقبض لأن صوت عم فرج هو اللي كسر الصمت اللي في المكان. ساعتها عم فرج بدأ ينادي تاني: يا جماعة، في حد في الأسانسير؟ بصراحة هو ما ردش عليه لأنه كان حرفيا الرعب متمكن منه. وقتها يا ملهمين الرجل دي وقفت فجأة لأنه لاحظ إن في حد ممكن يكون موجود في الأسانسير. وساعتها الرجل دي بدأت تقرب من الباب، كل ما بتقرب نبضات قلبه عمالة تزيد. وقتها الشيء ده بدأ ينزل على رجله، وفي ساعتها يوسف شاف شيء لا يمت للبشر بصلة، جمجمة أكنها جمجمة حيوان بالظبط، أكتر ما يكون جمجمة بني آدم وعليها شعر طويل. وقتها لما يوسف شاف المنظر ده اترعب ورجع بظهره لورا، ملحقش يقفل الكشاف بس بعد عن مجال الرؤية. يوسف ما كانش مستوعب الشيء ده شافه ولا لأ. يوسف كتم نفسه من كتر الرعب وحاول ما يطلعش صوت لحد ما سمع الصوت ده. لاحظ يوسف وقتها إن الصوت ده صوت عم سمير جارهم اللي تحتيهم، وهو بيقول لعم فرج: هو في إيه يا فرج؟ رد عليه فرج وقال له: معرفش يا عم سمير، بس متهيألي في حد محبوس في الأسانسير، عمال أنادي عليه بس ما بيردش. رد عم سمير عليه وقال له: طب ما جايز يكون أغمى عليه، اطلع شوف. عم سمير سكت فجأة وبعد كده قال لفرج: أنت حسيت بده يا فرج؟ رد فرج عليه وقال له: أنا حسيت فعلا إن الأسانسير طلع لفوق. ساعتها يوسف فعلا حس إن الأسانسير بيستقر في الدور السادس قدام الشيء ده. ساعتها يوسف شاف الشيء ده بكامل هيئته وكان مبتسم ليوسف بطريقة ترعب، وبدأ يقرب عليه. والشيء ده كان ضخم جدا وكأنه لابس حباية سودا طويلة. يوسف لما لقى إن الشيء ده بدأ يفتح الباب بدأ إن هو يترعب. بدأ يوسف يمسك الباب بكامل قوته علشان الشيء ده ما يدخلوش، لكن للأسف الشيء ده فتح الباب بكل سهولة. الشيء ده بدأ يدخل إيده ويوسف قاعد على الأرض بيعيط من كتر الخوف. الشيء ده بدأ يحط إيده على يوسف اللي كانت حرفيا شبه الحواء. يوسف سمع صوت الحمد لله وصلنا الدور السادس، وده كان صوت عم فرج. بيبص يوسف قدامه لقى الكيان ده اختفى وعم فرج هو اللي بقى قدامه. وعم فرج لقى يوسف قاعد بيعيط وبدأ يقول له: مالك يا يوسف بتعيط ليه، في إيه؟ عم فرج مسك إيد يوسف وبدأ يطلعه بره الأسانسير. عم فرج قال لي: يوسف، أنت طلعت إزاي الدور ده؟ هو مش الأسانسير كان متعلق؟ ولسه عم فرج بيتكلم لقى الشيء ده واقف جوه الأسانسير. وقتها عم فرج اتخرس حرفيا وبدأ يقول: أعوذ بالله بكلمات الله التامات، أعوذ بالله من شر ما خلق. الشيء ده بدأ يبص لعم فرج وكأن الكلام تعبه وأثر فيه. الشيء ده لمح البصر مسك عم فرج من رقبته وبقى معلقه في الهواء. يوسف اتفاجئ إن في لمح البصر الكيان ده بقى ماسك عم فرج من رقبته ومعلقه في الهواء حرفيا. نفس اللحظة الأسانسير بدأ يطلع لفوق. وقتها الكيان ده بقى يقرب عم فرج ناحية الأسانسير، ويوسف لمح إن عم فرج بيبص لتحت وفتحت الأسانسير. ده قبل ما الكيان يرمي عم فرج ويوسف يسمع صوت صرخته، وبعد منها يسمع الصوت هبدأ ترج البيت كله. الكيان هجم على يوسف وبقى يقنعه من رقبته، ويوسف بدأ يحس بسخونية حوالين رقبته وبدأ يفقد وعيه بالتدريج. الكهرباء رجعت والناس بدأت تخرج من شوارع بسبب الضجة اللي حصلت، وهي
قابلت عم فرج والناس بتفوق في يوسف علشان يكتشف ساعتها إن عم فرج فعلا مات، واللي كان فيه ده مش حلم. يوسف اختار الصمت علشان محدش هيصدق اللي هو هيقوله، والسكان بدأت تتهر اجتهاد شخصي، اللي يقولك إن الأسانسير اشتغل فجأة وعم فرج فيه، واللي يقولك إن هو دخل يجيب لي التليفون بعد ما أغمى عليا فالأسانسير برضه اشتغل بيه، وكلام كتير مش مقنع تاني. ومن يومها يوسف قرر ينقل من العمارة ويروح عمارة تانية، بس المرة دي كان ساكن في الدور التاسع. والمرة تانية يوسف كان راجع من الكلية تعبان، فقرر يومها يجمد قلبه ويركب الأسانسير، وفعلا طلب الأسانسير. وقبل ما ينزل قدامه النور بدأ يبربش، وساعتها لقى إن الشيء ده هو اللي بيفتح له بعينه البيضة وجمجمته اللي شبه الحيوان وشكله اللي يرعب. يوسف من كتر الفزع والرعب اترمى لورا عشان يتفاجئ بحد بيقول له انت كويس يا كابتن. ما كانش هو الشيء ده ولا حاجه، كان راجل كبير بس يوسف بس الواقع هي اللي مأثرة عليه. وقف ويقول للراجل انا كويس كويس. ابتسم الراجل ليوسف وقال له طب ايه مش هتطلع؟ يوسف رد عليه وقال له لا شكرا يا حاج انا هطلع السلم شكرا. ودي تكون نهاية حلقتنا النهارده يا مدعمين. دايما هيكون في قصص ان شاء الله وفي تطور دايما مستمر. ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش لو عجبكم محتوانا تسيبوا لنا تعليق اذا كان سلبي او ايجابي. ما تنسوش الاشتراك على قناه اليوتيوب لو انت بتتابعنا من فيسبوك والعكس. سلام يا ملهمين.